بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى واغلى متابعين في مصر وبره مصر، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم. وطبعا شم النسيم ما ينفعش من غير ترمس وحلبه ومن غير بيض ملون. وانتم شفتوا طبعا الفيديو اللي فات كنت عامله لكم البيض الملون بخامات كلها عندنا خامات طبيعيه ما فيهاش الوان صناعيه. هنا هنعمل الترمس والحلبه ازاي هتعمليهم. يعني الترمس هتاكلي منه في نفس اليوم، اما الحلبه فانت هتاكلي منها تاني يوم، يعني بعد 48 ساعة هتبصي تلاقي عندك أحلى حلبة ممكن تاكليها وأحلى ترمس ممكن تاكليه. هيوفر معاكي كويس جدا. يا ريت اللي أول مرة تشوفي القناة يا ريت تعملي اشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان توصل لك كل جديد. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا جايبه نص كيلو ترمس. نص كيلو ترمس هتنقيه كويس جدا، لو واحده مخرومه واحده فاضيه واحده لونها متغير، بتشيلي كل اي حاجه شوائب فيها، وبعدين بتغسليه كويس جدا وتحطي له ميه وتسيبيه حوالي ساعتين. انا هنا بعد ساعتين زي ما انتم شايفين كده شرب الميه واتنفخ معايا. هنزود له برده ميه لان لسه عايزاه يطرى عشان ما ياخدش معاكي سوا على النار. هتحطي له ميه تاني وتسيبيه برده حوالي ساعتين. بعد يعني حوالي 5 ساعات كده هتبصي تلاقي الترمس بتاعك اتنفخ. مش عايزاه يزرع ولا حاجه، بس عايزاه بس يتنفخ والقشره بتاعته يملى القشره بتاعته كده اهو. وبعدين هنكون حاطه ميه على النار وهنضيف الترمس ونغطي عليه ونعلي على النار لغايه ما يغلي. واول ما يغلي على النار توطي على الترمس خالص، توطي يجي نص ساعه كده. وبعد نص ساعه هنختبر الترمس. زي ما انت شايفه كده لقيت الترمسيه بتتكسر معايا في منتهى السهوله. انا مش عايزاه طري قوي ولا عايزاه ناشف، عايزاه مستوي السوى الحلو المتوسط. هنغطيه ونسيبه بقى شويه وبعد كده نغسله بميه جاريه ونحط له شويه ميه زي ما انتم شايفين كده ونسيبه برده نركنه شويه ونغير له برده الميه. يعني لو كان حلو هتغيري له الميه مرتين، لكن لو مر هتقعدي 3 ايام تغيري الميه. عشان كده انا ما بحبش اجيب المر علشان اللي بيقعد معايا فتره كبيره، لكن الحلو بتاكليه في نفس اليوم. زي ما انت شايفه غيرت الميه مرتين، وتالت مره هنحط بقى الملح بتاعه. جبت مج كده فيه ميه وهنحط معلقتين 3 كبار ملح. هتحطي ملح على قد الكميه بتاعه الترمس. ومعايا نص معلقه بودره زعفران. بودره الزعفران دي بتدي لون بس، ما بتديش لا مذاق ولا طعم ولا اي حاجه. هي مجرد بودره الزعفران بتدي اللون الكهرماني الحلو الاصفر الكهرماني الجميل ده. بودره الزعفران مع الملح وهتسيبيه يجي ساعتين كده وبعد كده تاكلي منه. هنبدأ بقى نعمل الحلبة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده انا نقيتها كويس جدا وهنبتدي نغسلها. وبعد ما غسلتها اكتر من مرة هنحط لها ميه ونركنها شويه. بعد ما ركنت هتبدا تزرع كده وتطلع النبته بتاعتها. اول شايفين بعد ساعتين بالظبط شربت الميه هنحط لها ميه تاني وتسيبيها برضو على جنب شوية، يعني ساعتين كمان. بعد ساعتين تاني يعني ده كلام كده بعد 4 ساعات شايفين النبتة بتاعتها بدأت تكبر. الحلبة من الأصناف اللي بتتزرع في منتهى السهولة وسريعة جدا سبحان الله. بعد ال4 ساعات دول ما يعدوا انا جايبه هنا مصفى وتحطي تحتيها طبق او اي حاجه، وبعدين حته شاشه كده او حته قماشه نضيفه عندك وهتحطي الحلبه بتاعتك. بعد ما تحطيها تغطيها بنفس القماشه كده، قماشه زي ما بقول لك نضيفه، وتغطيها كويس جدا وتحطيها برضو في المطبخ. بس القماشة دي لازم تبليها طبعا بشوية مية. هنا هينزل المية اللي نزلوا ده الغامقين دول بيبقى لونهم اخضر كده، دول بيبقوا المية دي بتبقى مرة جدا. بترميها وبتحطي بقى زي ما بقولك بترشرشي كده من على الوش. طبعا هي الحلبة كنا محطوطة في مية، يعني شاربة مية، يعني مش محتاجة تحط لها مية تاني، بس على الوش كده على القماشة اللي انت حطاها. وتسيبيها برضو حوالي ساعتين 3. وبعد ساعتين 3 تبصي عليها شايفين طلعت لون ازاي في القماشة، شايفين زرعت بسرعة ازاي. اول ما تلاقيها كده طلعيها كده بالمعلقة او بالشوكة تقلبيها، تقلبي من تحت لفوق ومن تحت من فوق لتحت علشان تتنفس وتكبر معاكي. تغطيها تاني برضو وترشرشي شوية مية، ولو في الطبق فيه مية برضو نزلت منها برضو بتكبيها وتحطيها وتسيبيها برضو حوالي ساعتين برضو تاني.
الموضوع ده بياخد منك كل ساعتين 3 بتغيري الميه. هنا الصبح، تاني يوم الصبح زي ما انتم شايفين كده كان عدى عليها حوالي 12 ساعه. شايفين كبرت ازاي بالكميه ازاي؟ اهم حاجه تقلبي فيها. وكمان لازم تحطي حته القماشه دي. هنا بقى بنرشرش كده جواها لان الميه نزلت كلها. ترشرشيها كلها وترشرشي برضو شويه ميه كده على القماشه. في ناس بتقول لي انها بتحس بطعم مش حلو، مش مستحب كده في الحلبه، لانها ما بتحطش قماشه. يعني عرفت منها انها ما حطتش قماشه، عشان كده ريحتها ما بقتش حلوه وما زرعتش معاها كويس. لازم حته القماشه دي زي ما انت شايفاها وتغطيها، وهتزرع معاكي هنا بعد يومين بالظبط. شايفين بقت كبيره ازاي وزرعت بقت الواحده كبيره ازاي؟ بتغطيها وبرده تحطي شويه ميه. عندك برضو حاجه تانية انت ممكن تغسليها في الحنفيه ميه جاريه عشان تطلعي اي طعم مر. لو ما بتحبيش الطعم المر بتاعها تغسليها كويس جدا وتصفيها، وبعد كده تحطيها زي ما انت شايفاها. بعد كده بقى هنزين الطبق ده عشان يبقى منظره حلو، وهنحط بقى الترمس مع الحلبه. وصحه والف عافيه على اللي ياكل منه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي التجربه بتاعتكم نجحت ولا لا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فاتشي قاسم.